بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل العصاج ليه طرق كتيرة بتتعمل بيها. فاحنا النهاردة يعني هقول لكم طريقتين في العصاج، بجد حاجة بتبقى جميلة جدا. فأنا دلوقتي بحط المادة الدهنية تسخن، ويعني في طريقتين، يعني في طريقة ان احنا ندي للحمة صدمة قبل ما نحط البصل، وفي طريقة ان احنا نحط برضو البصل الاول. فاحنا طريقتنا النهاردة هنمسك العصاية من النص، هنجيب طبعا هو نص كيلو مفروم، هنجيب له 3 بصلات كده وسط يتفرموا في الكبة يبقوا ناعمين. افضل من ان هم يتخرطوا قطع كده وبتبقى في المفروم بتتندخ، بتبقى مش كويسة. فاحنا نفرمهم في الكبة تبقى البصل ناعمة شوية. هنبتدي طبعا ندبلها شوية، تتبل كده شوية. هاخد يعني هما ال3 بصلات اللي اتفرموا في الكبة، هاخد نصهم الأول مع معلقة مادة دهنية، وطبعا أحط لهم رشة ملح، وابتدي إن هما بس يتدبلوا شوية. أول ما ألاقي البصل كده دبل، ابتدي بقى أنزل باللحمة. وهتشوفوا بقى الطريقة دي جميلة جدا، وانتوا عارفين طبعا العصاج ده بيتحط في حاجات كتيرة. يعني النهاردة هنعمله في الرقاق. الرقاق ده احنا خبزناه في البيت، بجد بجد طلع تحفة وجميل جدا، وفرق كبير بينه وبين الرقاق الجاهز. بجد طلع روعة وطري وجميل، وحطينا له تركة كده بسيطة النهاردة. بجد بجد خليته تحفة. يا ريت يا رب كده تجربوا الوصفة بتاعتي، وان شاء الله تعجبكم. طبعا هنا ببتدي بقى البصل بدأ يدبل معايا. طبعا هنا ببتدي انزل اللحمة بتاعتي، ولازم اللحمة المفرومة تكون ملبسة فيها يعني جزء دهني كده وجزء احمر، علشان تديني طعم كده حلو. لو حتى فرمناها في البيت يا سلام بقى، لو حطينا معاها حتة ليا او دهنة كده حلوة وتتفرم في البيت، او جبناها جاهزة بتبقى طبيعي. الجزار بيقطع لك حتة تكون للمفروم، هو بيبقى عارف. دي بتفرق كتير في الطعم، بدل ما تكون حمرا خالص ما بتبقاش طعمها يعني حلو. هنبتدي طبعا احنا اول ما اللحمة كده تبتدي تخش معانا في السوا، هنحط بقى نبتدي نحط الاضافات بتاعتنا. طبعا هنا اللحمة ما بحطش الملح خالص دلوقتي، انا بحطه في الاخر خالص، اول ما الاقيها بدأت تستوي في الاخر احط الملح. يعني هو دلوقتي ممكن احط بس الفلفل الاسمر فقط لا غير. طبعا العصاج من الحاجات المهمة جدا، بنعمل حاجات كتيرة: الرقاق، الجلاش، السموس، يعني المكرونة البشاميل، يعني البطاطس البوريك اللي بنعملها في الفرن باللحمة المفرومة. ده بيبقى أساسي، يعني حتى لو أنا عملت كمية هعمله في نفس اليوم، والباقي بحطه في علبة وأغطيه وأشيله في الفريزر وأطلعه قبل ما أعمله، بيبقى سهل جدا. ممكن اطلعه اعمل عليه مثلا مكرونه. طاجن المكرونه اللي في الفرن باللحمه المفرومه ده برضو فسريع قوي، اكون محضراه في علبه، ببتدي اجهزه بسرعه، بيتعمل بيه حاجات كتيره جدا جدا. العصاج ومن الاساسيات، والطريقه بتاعتنا النهارده مختلفه خالص. هنا ببتدي بقى انزل بقيه البصل. ليه انا ما نزلتش البصل كله؟ انا عايزه ادي نكهات وطعم غريب كده جميل جدا. وعلى فكره الطريقه دي بتفرق جدا في الطعم، بتفرق لو انا عملت اللحمه المفرومه مع البصل في الاول، وحطيت البصل في الاول وحطيت عليه اللحمه وخلاص. وبتفرق كمان لو انا حطيت جزء من البصل وجزء الباقي دلوقتي، برضو الطعم بيفرق خالص، بيديني كده طعم في حته تانية خالص، وبيخليلي العصاج بتاعتي حلو. انا ده هنا بقى حطيت بقية البصل، وحطيت الفلفل الاسمر،
بتاعي، وهبتدي كده اقلب واسيبهم لغاية لما يستووا. حطيت بقية البصل اللي انا عملته كله. بعد ايه، بعد ما تشوح البصل مع اللحمة المفرومة في الاول، فدلوقتي بحط البصل الني مع اللحمة يكمل سواهم مع بعض. الطريقة دي جميلة جدا، هتديني طعم حلو قوي. جربوها وهتشوفوا الطعم. بتخليلي كده اللحمة طعم بقى مع البصل اللي هو ان احنا حطيته دوت. طعم كده جميل جدا. طبعا اللي انا حطيته في الاول واديته صدمة دوت مع اللحمة المفرومة، دي حاجة تانية خالص، غير ان انا بحط كمان بقية البصل في نص كده الوصفة بتاعتنا، بيديني طعم حلو جدا. هسيبهم بقى يستووا، بس هحط حاجة بسيطة جدا جدا هتخلي لي اللحمة بتاعتي كده جوزي وطعمها بجد طرية مش ناشفة وجميلة جدا. عندي طبعا شوربة، فهاخد كده زي ما انتوا شايفين شوية شوربة كده احطهم مع اللحمة المفرومة والبصل يكملوا سواهم كده مع بعض. دي بتختلف خالص الطريقة ديت، وهسيبهم بقى شوية كده يستوي. وبكده طبعا زي ما عملنا انتوا العصاج شايفين العصاج بأحلى كده طريقة، استوى، وجميل اللحمة جدا المفرومة، وجوسي كده، وشايفين البصل وبص اللي شايفينه انا عامل حطيته. ازاي، مش بص عامل ناشف ولا ازاي، حاجة. بجد طعم يعني جميل جميل جدا 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 جدا. وحاجة أتمنى يا روعة رب روعة. إن عصاج النهاردة احنا طريقة عملناه. العصاج هنحطه بتاعتي طبعا تعجبكم. في وكل الرقاق. سنة وانتم الرقاق احنا كنا طيبين، عاملينه وبحبكم قبل في الله، كده والسلام من عليكم اول ما ورحمة الله بدأناه لغاية وبركاته. الاخر في الصينية. فانا النهاردة بس هعمل حاجة بسيطة كده علشان تشوفوها معايا. انا بعد ما عملت الرقاق دوت خبزينه في البيت، العجينة عاملينها في البيت وخابزينه، والرقاقة طلعت مقاس الصينية بالظبط، ولا كسرت ولا أي حاجة. بعد طبعا ما ركبت الرقاق وحطيت العصاج، حاجة كده بسيطة فوق الوش بجيب حليب، لبن، وببتدي كده بالمعلقة احط الحليب فوق الرقاقة كده من فوق. بجد دي بتفرق خالص وبتديني كده طعم وشكل للرقاق كده في التحميرة جميلة جدا جدا. طلعت طبعا الرقاق من الفرن وطري خالص، وبجد جد شايفين شكل العصاج اللي اتعمل تحفة وطعمه جميل جدا، حاجة بجد خطيرة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. اتمنى منكم اللايك والاشتراك.